عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده انا عايزه اتكلم في حاجه. انا ليا 4 سنين ما جبتش سيرتها، انا ليا 4 سنين على السوشيال ميديا ساكته ما بعلقش عليها. مش معنى ان انا ما اتكلمتش وما طلعتش علقت عليها قبل كده ابقى انا مش فاهمه اللي بيحصل. انا بس كنت بحاول اكبر دماغي، بس فجاه حسيت يا جماعه ان انا محتاجه اطلع ادافع عن نفسي، ادافع عن تعبي، ادافع عن مجهودي، لان الموضوع زاد عن حده قوي قوي. انا اتحدى اي حد يطلع يقول ان انا اخدت افكار منه، ان انا عملت فكره هو عملها قبل كده، ان انا عدت فكره بدون ما اضيف عليها لمستي. يعني ممكن مثلا تطلع حاجه ترند فكل الناس تعملها، فانا بعملها بطريقتي، بس اللي بيحصل معايا بقى غير كده خالص. وانا النهارده قررت اطلع اتكلم عنه لاني فعلا تعبت. صفحات كبيره، ناس معروفه قوي بتاخد الفكره بتاعتي اللي بنزلها زي ما هي، زي ما هي، نفس الحوار، نفس الافيه، نفس الرياكشن، نفس الكلام. الفكره بتنتقل يا جماعه بالنص حرفيا. انا لقيت ناس كتير قوي منكم بعتالي كنت الفيديو بتاعك الفلاني حد عامله كذا كذا، واحنا دخلنا وقلنا له انت واخد الفيديو ده من كنت. بدخل بقى اشوف المحتوى بتصدم من كميه فيديوهاتي اللي معموله. وبايه بقى؟ مثلا فيديو نزلته من سنه، انا ليا 4 سنين بعمل فيديوهات، فيديو نزلته من سنه، من 2، يبداوا بقى من الفيديوهات القديمه على اساس ان هي اتنست، او على اساس الناس نسيتها، او على اساس ان انا نسيتها. لكن ده تعبي، مجهودي، اللي انا بقعد حرفيا بالايام افكر في افكار، اكلم صحابي، اهلي في البيت، نقعد نكتب ونقعد نفكر، اقعد انا اسهر بالساعات عشان اعمل فيديوهات بس لمده دقائق، والاقي في ناس قاعده سهرانه على صفحتي انا. يعني انا اسهر اعمل فيديوهات واكتب، هم سهرانين على صفحتي ينقلوا. يعني انا متفهمه فكره تشابه الافكار، متفهمه فكره تشابه المواقف، متفهمه فكره ان الام المصريه مواقفها متشابهه في البيت المصري، ومواقف بتحصل عندي وعندكم بنطلع كلنا نعلق عليها، والصينيه اللي ماما دايما تحطها ورا الحوض دي في اي بيت. متفهمه جدا كل ده، بس الاختلاف بقى بيجي هنا في ايه؟ في صياغه الفكره دي، بان كل واحد يحط لمسته. واللي بيحصل عندك بيحصل عندي، وده اللي بيخلي الفيديو يطلع فايرال ويتشاف بقى. ايوه بيحصل كده، ايوه احنا عندنا كده. فمعنى كده ان في تشابه مواقف بتحصل، بس انا بقى بنفذها بطريقتي. انتوا كمان عادي تنفذوها بس بطريقتكم. لكن لما انت او انت تيجوا تاخدوا الفكره مني تعملوها بنصها بحذافيرها بنفس كل حاجه يا جماعه، لدرجه ان الناس اللي متابعاني من زمان بتخش تكتب لهم كده انتوا واخدين الفكره دي من كوتا. وعارفه ان في ناس هتقولي كوتا كبري دماغك، كوتا انت اكبر من كده. بس يا جماعه انا محموقه على تعبي، على افكاري. انا مش هقول اسامي ومش همنشن لحد ده في الفيديو ده، بس لعل وعسى اللي بيتابعوني وبياخدوا الفيديوهات يشوفوا بقى الفيديو ده ويبطلوا يعملوا كده. يا جماعه انا لو بطلت محتوى انتوا مش هتلاقوا حاجه تعملوها، لان انتوا عمالين تقلدوا. فلما انا اوقف انتوا هتعملوا ايه؟ هتجيبوا افكار منين؟ الفكره ان الناس حباكم. حاولوا تقدموا حاجه انتوا بتعرفوا تعملوها، حاولوا تقدموا حاجه انتوا متميزين فيها. انا فعلا بحاول اكبر دماغي كل الفتره اللي فاتت دي عشان بقول عادي يا جماعه، يعني الكوبي مش بيستمر، بس انا بيصعب عليا تعبي. وده بقى ما حصلش مره ولا 2 يا جماعه، انا اللي بحكي لكم ده على مدار سنين، وصفحات بقى كبيره زي ما قلت لكم، وناس كبيره مسؤوله عن ناس صغيره بتقدم محتوى، بيجيبوا لهم تقريبا الفيديوهات بتاعي يقولوا بص يا بابا اتفرج على دي او اتفرجي على دي اعملي زيها كده بالظبط. طب انتوا حتى مش بتنموا مواهبهم، انتوا مخليهم برضو يطلعوا يقلدوا. دول لما هيكبروا هيبقوا بيقلدوا، مش هيبقوا مكتشفين ذاتهم. شاوروا لهم على مواهبهم، نموها، بدل ما حد يشاور لهم على اللي جواهم ويحاول انه ينميه ويطوره. لا، بيشاوروا لهم على فيديوهات يعملوا زيها ويقلدوها. على فكره انا عارفه في ناس ممكن تشوف ده نجاح بس ينكروا بقى. يعني هم لما الناس تقول لهم على فكره انتوا بتقلدوا كده، لا بينكروا، احنا ما نعرفهاش، احنا مين الكلام ده، لا، وبيعملوا بلوك للناس دي. وانتوا بتعملوا بلوك ليه لو انتوا مش غلطانين؟ طب انتوا اصلا بتنكروا ليه؟ انتوا لو حد قال يا جماعه والله انا شفت الفكره دي وعجبتني وحسيت اني عايزه اعملها بطريقتي والفكره دي متاخده من فلان، الناس هتحترمك او هتحترمك. انا شخصيا هحترمكم جدا لان انتوا بتقدروا تعب الناس دي، بس انتوا بتستحلوا تعب الغير. سامحوني انا مش هسكت تاني. انا المره دي هكتفي بان انا بس فهمت الناس اللي بيحصل معايا. كل واحد عارف نفسه وكل حد عارف هو بيعمل ايه. بس انا بعد كده هطلع يا جماعه بجد اجيب لكم فيديوهاتي بتواريخها، والفيديو اللي متاخد كوبي بيست منه نزل امتى بعده، انتوا بقى هتحكموا بنفسكم. اي حد هيتحمق على شغله وتعبه. انا عايزه اقول لكم ان انا بشكر كل حد بيبعت لي، ناس مهتمه وبتدافع عني حتى وانا ما اعرفش، وبيدافعوا عن محتوايا، لان الناس بعتلي بيقولوا كنت احنا حافظينك وعارفين افكارك من زمان. بشكرهم جدا من قلبي. بشكر لكل حد بياخد من وقته علشان يقول كلمه حلوه في حقي، ده على راسي من فوق. وانا عارفه ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. ممكن جدا ان انتوا تحاولوا بافكار غيركم، بس مش هتعرفوا توصلوا طول ما انتوا نسخه مش اصل. بعتذر جدا لو طولت عليكم، انا عارفه اني ممكن ابقى منفعله، بس صدقوني ده دي على مجهود وتعب سنين، ربنا اللي يعلم. يعني بشكركم جدا، وبشكر كل حد زي ما قلت لكم بيقول كلمه حلوه في ظهري، مكمله بيكم اصلا، فربنا ما يحرمنيش منكم. شكرا.